رمضان المصحي المفيد من في الاستوديو دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسيه والمناعه وزميل معهد الطفوله، وكنا بنتكلم عن حساسيه الانف ونعرف منه دلوقتي اسباب حساسيه الانف. في حاجات انا بشمها على راسها احنا بنسميها حشره الفراش، بتضمن 16 نوع من المواد اللي بتعمل حساسيه، موجوده في المراتب والمخدات اللي ما بتشوفش الشمس، موجوده في المكسرات وبرك الحائط، والارض اللي فيها كحاوير وكراكيب والاشياء اللي هي ما بتشوفش الفجويه اللي هي مثلا شقه المصرف والحاجات دي. برضه في بعد كده الفطريات دي موجوده في بيوتنا وموجوده في معدات التكييف، وموجوده في ثلاجات ما بتغسلش كويس، وفي السيارات وموجوده. والفطريات بشكل عام هي العسل، في حاجات بشوفها زي العسل في حاجات ما بشوفهاش. عندنا حوالي 500 نوع من الفطريات في الهواء بتاع القاهره. بعد كده برضه عندنا الاشياء بقى اللي بنشمها تاني زي مثلا اللي عنده قطه واللي عنده كلب، الشعر مش عارف يطلع من الوعاء بتاع الحيوانات والحاجات دي. وفي برضه كمان الصراصير موجوده بنسبه كبيره في حياتنا بشكل عام، بنسبه كبيره من الاطفال تعرض للصراصير في البيت قبل ما يطلع من الشارع. الصراصير موجوده عندنا وعند الجيران ورجالنا، وحتى عند الجيران بقى 50 بيت بلد بشمها من الكيس بتاع البيض بتاعها، من البنشنات بتاعتها، من الفضلات بتاعتها، يعمل لي حساسيات من الجنين. يبقى نلخص الموضوع ده في اسباب الحساسيه عدم النظافه. ممكن أدوان. في حاجات بقى انا باكلها وانا مش عارف، انا عندي 40 نوع من الاكل انا باكله، 40,000 نوع من الاكل، الحاجات دي كلها اول باكلها بتعمل لي حساسيات، سواء كان طماطم، سواء كان بيض، مش هنبدا بيض لبن سمك، لا ممكن اي نوع من الطعام يعمل لي حساسيات بعض الناس، بس يتربى على عشان الشوكولاتات والبيض واللبن والقمح في بعض الناس والمواد الحافظه. في بعد كده برضه حاجات انا بحتك بيها ولا باكلها ولا بشمها، بس ممكن باللمس بس. في اكلات بتمنع الحساسيه، في اكلات بترفع المناعه وتعالج الحساسيات، على راسها الشوكولات وعلى راسها الخميره البيره. وفي برضه بعض الادويه اللي بتفيد الجهاز المناعي بشكل عام لو كان في خلل مناعي، اللي هي المكسرات والكيمي والزيوت الطبيعيه زي زيت الزيتون وزيت الحار والعسل الاسود والابيض والسرطان ومركبات الفيتو الموجوده في الاشياء الطبيعيه والمشروبات الطبيعيه عندنا في رمضان. يبقى عندك الكركديه والسينو والطبلينجي والمشمشيه، كل ده بيرفع المناعه. المحترمين تليفون دلوقتي معانا ايه على التليفون؟ مساء الخير يا ايه؟ مساء النور، ازيك يا دينا؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عندك اي مشكله ممكن دلوقتي نعرضها على الدكتور؟ انا من سنه وشويه كده كنت كشفت والدكتور قال لي ان عندي حساسيه في الجيوب الانفيه، وكان كتب لي الله يسلمك، وكان كتب لي على بخاخه وعلى ادويه كده، بس قال لي ان الدواء ده اساسا مفيش دواء معين ممكن اخده ان الحساسيه دي تروح، هتسميها معايا على طول. نعم؟ انا حسيت انها بسيط جدا وجديد على مصر، لان احنا بناخد كلام جديد خالص. احنا النهارده بيكملوا مع دكتور الانف واذن عنده حساسيه انف بيكمل، دكتور الجلديه عنده حساسيه جلديه، حساسيه صدريه مع الصوره الصدريه، عنده حساسيه كمان مع جايب النهارده اطفال بتكملوا. اللي بيخف كندا، اللي ما بيخفش يبقى هتلاقي ان هي تخصص الحساسيه والمناعه اللي احنا بنبقى ممكن نخليكم تخفوا. ازاي؟ محدش يساعد. انا قلت لك عندك حساسيه اضطراب، طب انا برمجتك على انت تعرض للاضطراب، تركيبات محدده من التراب وزودها كل شويه. مثلا الاول اخليك ذره من التراب، بعد شويه تشوفي حفنه من التراب، بعد شويه تشوفي كيلو تراب، عشان الطن تراب ما تزودش حاجه. دي المساله بتاعتنا، احنا بنحدد اسباب الحساسيه وبنخلي الناس يدخلوا في معركه وزنيه مع اسباب الحساسيه بتركيبات مختلفه ومع بعض الادويه البسيطه. بعد كده هتلاقي الانسان شافع من كلمه حساسيات. مش احنا بس، في عندنا دول في العالم بيقول الكلام ده، 3 في اوروبا، واحده في مصر، مش موجود في امريكا، مش موجود في اليابان. احنا بنقول ممكن الشفاء من الحساسيات، وتابعوني في النت مجانا بظروف ازاي. برضه يا دكتور عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا قبل ما نخلص موضوع حساسيه الانف. جراحه حساسيه الانف هل هي فاعله ولا ملهاش اي لازمه؟ هو جراحه هنرجع لها لو دكتور الانف والاذن شاف ان في اي عقم ميكانيكيه، يعني مثلا في زوائد، في انسداد، في اشياء صعبه برضه هتساعدنا ان احنا نعملها، بس برضه لازم احدد السعر الجراحي ايه اللي انا محتاجه. تمام. فدايما يا دكتور في رمضان والصيام بيكثر الصداع، تلاقي عندنا مشاكل كتير جدا، يقول لك انا مصدع دلوقتي مش قادر، بيبدا من اول ما بيصحى من النوم بيبقى مصدع لغايه لما يجي وقت الفطار. هنعرف اسباب الصداع دي كمان شويه، نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل مطبخ رمضان.